بسم الله الرحمن الرحيم. بما انه عملنا جبنة عكاوي فراح اعمل لكم الكنافة النابلسية. اول شي نعمل الفركة تبعها. في ناس تعملها من السميد، بيجيبوا السميد وبيعملوها، لكن هي الاصول انه بنعمل من الكنافة. هاي الكنافة كيلو. في عندي كوباية سمن، كوباية سكر، نص فنجان ماء زهر، وعندي ماء ساخن. أول شي بدي أفرد، نفتحه بهالطريقة. طبعا هاي الفركة اللي رايحين نعملها، الكمية ممكن تعمل سنتين ممكن 3، بس نحن أول شي راح نعمل المادة الأساسية للكنافة النابلسية اللي هي الكنافة. نحاول نفردها هيك بهالطريقة لو تقطعت، لأن في النهاية نحن بدنا نفركها بحيث تتقطع كلها تصير أصغر من هيك. تقريبا هيك يعني تمام. طبعا هي صينية فرن. نجيب بولة، نحط كاس السكر، السكر بدي احط كاسة ماء مغلي سخن، نقلبه شوي. هلا بنحط كاسة السمنة على الماء المغلي حتى تسيح. بهالطريقة نبدأ نقلب حتى تسيح السمنة والسكر يذوب. طبعا في شغلة بيعملوها لازم، هاي بيستخدموا صبغة صفرة بيصبغوا فيها حتى تعطي لون الكنافة، لون ذهبي جميل. ونحطها مع المي كمان ونقلبهم كلهم مع بعض حتى نتأكد انه السمنة دابت، السكر داب. فيكن تستخدموا صبغة اللي هي بودرة، في السائلة. نحط نصف فنجان ماء زهر بعد ما داب كل شي هيك تقريبا. نبدأ بنسقي الكنافة. طبعا أنا المقادير هاي حتى ما تكون دسمة كتير، لكن إذا ردتوا تزودوا السمن شوي بيصير. هلا بنحاول نحن هيك نخلي العملية تخلط في بعضها. طبعا هاي الصينية نفسها حندخلها على الفرن. المحلات عندهم ماكينة خاصة خلاطة
تخلط هالعجينة هاي حتى تصير كلها متجانسة من ناحية اللون من ناحية السمنة. لكن نحن في البيت نحاول بإيدنا قدر المستطاع. هلا الخطوة اللي بعد هيك بفردها أنا بالصينية بشكل متناسب، بحطها بالفرن على الرف الأخير من فوق، وبشغل النار من تحت درجة الحرارة 100-150 بالكتير، وضل عيني عليها بقلبها كل شوي، بفتح بقلبها حتى الكنافة تتقرمش تتفخر يعني. ما بصير تحترق، لأن إذا احترقت حيطلع معنا شي لونه بني غامق، وهذا شي مو كويس. طبعا هاي الفركة بنعملها وبنخليها بالبيت نحطها بالثلاجة، كل ما حبينا نعمل كنافة عندنا الجبن فورا بنطالع بنستخدمها. لكن هذا هو الجزء اللي فيه شوية شغل يعني. شايفين تقريبا كلها هيك أخذت السمن السكر. خلينا نوزعها. مثل ما قلت عيننا عليها درجة الحرارة 150، بنحطها من فوق وبنراقب كل شوي لحتى تتفخر تصير مقرمشة، وما بدنا يتغير لونها الجميل الأصفر اللي صار. هاي بعد ما طلعت من الفرن هيك شايفين. هلا بنفركها بهالطريقة، ونحاول الكتل هاي هلا بدي اجيب مصفى خشنة شوي ما ينعمي كتير يعني، واصفيها بحيث انه اشيل هدول الكتل الكبيرة، يا اما اطحنهم على طحانة يا اما احطهم على اطراف ما بدي اياهم. شايفين بهالطريقة هيك مصفى خشنة لأني ناعمة مثل ما قلنا ما رح يعدوا فيها. بسم الله الرحمن الرحيم. هي بعد ما نخلتها وراح القطع الكبيرة صارت كلها ناعمة هيك. في ناس بتكسر عادة بالخلاط، أنا ما بحب هالشي مشان تضل كنافة يعني يضل شكلها. حسب ما بدنا نحن نعمل صدر الكنافة نحتاج لصينيتين، صينية تكون مسطحة 2 سنتي، صينية صغيرة تنزل بقلبها بهالشكل هيك. نحتاج الصينيتين هدول. هاي الصينية بدنا نعمل فيها، وهي الصينية نقلبها فيها بعد ما نعملها. عندي جبنة عكاوي، جبنة حلوة تصنع لهالأمر هذا، عملناها امبارح، عملتها امبارح، لازم طازج عشان تكون طيبة. طريقة صنعها بالرابط أسفل الفيديو ممكن تلاقوه. وفي عندي
السمن ما لازم يكون سايح، لازم يكون بهالطريقة هاي هيك مشان ما تلزق بالصينية. ونحط السمنة بهالطريقة. طبعا بالمحلات بيضيفوا صبغة بنية فوق السمنة هيك بهالطريقة هاي، وببدأ يدهن الصينية بهالطريقة هيك. شايفين الحجم اللي نحن بدنا نحط عليه؟ نحن ما بدنا نملى الصينية كلها، بدنا نساويها قد الصينية الصغيرة مشان لما نجي نقلبها تنزل معنا بالصينية بصغر منها. هلا بنبدأ نرش الكنافة بهالطريقة. طبعا شايفين لونه الأصفر من الصبغة اللي حطيتها. أول طبقة رش ما بنضغطها أبدا ولا بنحركها بإيدينا حتى ما تلزق، تلتصق معنا بالصينية. طبعا الكمية عامل زيادة، بخليها عندي لما بدي أعمل فورا بطلعها وبشتغل فيها. والكنافة هي تعتبر هلا هيك مطبوخة لأني دخلت على الفرن، شربت السمنة والسكر. فهي العملية لا عملية تجميع. لازم تكون 2 سنتي، بدخل اصبعتي هيك بهالطريقة 2 سنتي تقريبا، لازم تكون متوازنة. جميع الأطراف. طبعا هلا أنا بدي أستخدم الصينية الثانية مشان هالعملية هاي، مشان أعرف حجم الكنافة. الصينية هاي نفسها مشان نخليها كلها بمستوى واحد. شايفين هيك؟ هلا بدنا نشيل الزائد، الزيادة هاي كلها هيك، نحط اصبعتنا هيك بهالطريقة. طبعا نحن نترك هالفراغ هذا البسيط لما بندخلها على الفرن، بنحط سكين او ملعقة وبنرفعها شوي مشان نعرف اذا استوت. ما في غير هالطريقة انك تعرفوا انه استوت. انا هلا اذا حطيت الصينية هاي هيك بهالوضعية هاي راح تيجي على قدها تمام. تمام. هلا بنجي نحط الجبنة. طبعا كمية الجبنة كل واحد قديش بده يحط، في يزود في خليها خفيفة حسب ما هو بيشتهي. هني عادة هي الكنافة بيعملوها على بوتاجاز دوار، له رأس دوار بالمحلات، او بيمسكها بايده على البوتاجاز بيقعد يدورها بشي معدني يعني مشان ما يحرق ايده. لكن انا راح ادخلها على الفرن لاني اصلا هي الكنافة هاي انطبخت، ما هي محتاجة حرارة كتير يعني. راح ندخلها على فرن درجة حرارته 200 والراقبة. ما بقدر اقول لكم والله 10 دقايق وتستوي، لازم تراقبوها. كل شوي بنرفع، بس صار لون ذهبي هيك بني من تحت معناتها استوت، ونوقف ونطلعها من الفرن. هلا هيك بدي احطها بالفرن على درجة حرارة 200 وراقبها من فوق، واخلي الفرن شغال من تحت بس فقط، يعني ما بدي حرارة من فوق، شغالة من فوق. وبنشوف بعدين كيف. بسم الله الرحمن الرحيم.
هي بعد ما طلعت من الفرن شايفين الجوانب كيف صاروا لونهم بني. هي وسخنة هلا هيك حتى نستفيد من البخار اللي بيطلع من الجبنة بدنا نقلبها بهالطريقة. شايفين هي هي فكرة الصينيتين ضرورية جدا، ونخليها شوي حتى ايش الجبنة تستفيد من البخار. نقلبها هيك بهالطريقة ونتركها شوي. بسم الله. شايفين اللون؟ طبعا هذا اللون فاتح شوي لاني ما حطيت الصبغة البنية. في المحلات الصبغة البنية بتعطيها لون بني جميل جدا. عندي قطر سيروب وسط بارد لاني هي سخنة فبنحطه بارد. الكمية اللي بدنا اياها طبعا. شوي زيادة لأن كمية السكر اللي حطيتها أنا مع الكنافة لما كنا عم نشفى نعمل الفركة تبعيتها ما هي كمية كبيرة سكر. بسم الله. نسينا نزين بالفستق الحلبي، وبصراحة فضيت البطارية تبع الكاميرا أثناء التصوير فالمشهد صار مجتزأ، سامحونا. طبعا هاي الكنافة النابلسية جاي اسمها من مدينة نابلس في فلسطين، وهن هنيك بيعملوها بطريقة كتير لذيذة بالشتي كتير طيبة. أنا قللت السمن مشان حتى ما تصير دسمة، لكن إذا بدكن إياها تمسك هيك مثل قالب زودوا السمن طبعا بتصير دسمة، وهذا الشي ما هو لذيذ. ومثل ما حكيت موضوع الصواني لازم يكونوا قد بعض، واحدة كبيرة يعني وواحدة صغيرة. ماني معلم برفع الكنافة. ندوقها هيك. لذيذة جدا. إذا التزمتوا المقادير ما راح تكون دسمة مثل ما بينحكى عن الأكلة هاي، لكن إذا زودتوا نسبة السمن راح تكون دسمة جدا. بتمنى تكون عجبتكم الوصفة. طبعا أنا بعرف إنه الناس كلها بتعرفها، لكن ممكن في أشخاص ما بيعرفوها. وبما إنه عم نعمل جبنة عكاوي كيف نستخدم الجبنة، بتمنى لكم التوفيق وانتظروا مني أشياء جديدة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.